هنعمل النهارده مجموعة من السلطات بطريقة سهلة جدا ومبسطة ومش هتاخد مننا وقت خالص. طبعا العيد قرب والاكلات بقى والمشاوي والحاجات الحلوة، فطريقتها سهلة جدا مش هتاخد وقت خالص. لازم تبقى معانا السلطات ديت معانا في كل حاجة. شايفين الجمال؟ لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. يلا نبتدي نعمل الجمال الحلو ده. اول حاجة عندنا هنعمل سلطة البنجر بطريقة سهلة جدا ومبسطة. هنجيب عندنا مثلا او في ناس بيسموه شمندر. المهم ان احنا عندنا مكونات البنجر ومعانا سكر، معانا خل، معانا زيت، معانا بصلايه مفرومه صغننه، تومه، فصين توم مفرومين صغننين. اول حاجه عندنا هنجيب البنجر بتاعنا نسلقه ونقشره بقى عشان مبقاش طبعا. نغسله كويس جدا ونقشره ونسلقه. ولو عايزه انت تغسليه وبعد كده تسلقيه بقى كده تقشريه، دي حريه شخصيه. قطعي بقى مكعبات صغننه، يعني مكعبات كده تبقى صغيره مش كبيره قوي، يدوبك على قد ايه الاكل. نعمل بقى ايه الخلطه بتاعتنا اللي احنا هننزل فيها البنجر. نزلي التوم بتاعنا، فصين توم مفرومين وبصل مفرومه. هنحط الخل بتاعنا ورشه فلفل اسمر كده ورشه ملح، ونحط كمان عليها إيه زيت نباتي او زيت زيتون زي ما تحبي. يعني مثلا الفنجان الصغنن دوت على مقدار الاربعه 4 بنجر. حطيت الفنجان الصغنن ده خل وتلات ارباعه زيت. ونزلي بقى البنجر بتاعك وقلبيه كويس جدا مع بعض لما البنجر يشرب التتبيله بتاعتك، وحطيها في التلاجة والف هنا وصحه. بجد الطعم رهيب. وزينيها بقى بشويه بقدونس او كزبره من فوق كده للتزيين، بس بجد الطعم تحفه. طريقتها سهله جدا ومبسطه. اهم حاجه السكر، ما قلتلكوش ان السكر 3 معالق كبار سكر، اللي هو السكر البني اللي هو حبيبات، تمام كده. وقلبوه كويس جدا. يبقى المقادير تاني: 3 معالق سكر، الفنجان الصغير خل وتلات ارباعه زيت، بصلايه صغيره مفرومه، وكمان معاها بصلايه فصين توم. هنعمل بقى سلطه البابا غنوج. بجد الطريقه دي اساسيه معانا في اي مشويات وطعمها رهيب. طريقه سهله جدا ومبسطه. هنشوي معانا البتنجانه بتاعتنا، وبعد كده لما تهدى شويه نروح جايين شايلين القشر بتاعها. وكذلك برضو كل ده على عين البوتاجاز. الفلفل بتاعنا برضو شويناه كده على عين البوتاجاز، فلفل احمر وفلفل اللي هو الرومي الحلو دوت وفلفل اخضرايه، واحده وواحده وواحده. يعني عايزين بقى لما تضعفوا الكميه ضعفوا كميه الفلفل معاه. تمام كده. وقطعي افرمي الكلام ده كله مع بعض كده بالسكينه كده، افرميهم مع بعض كويس جدا لما يتجانسوا كويس. من احلى واطعم السلطات سلطه البابا غنوج مع المشاوي بتاعتنا، بتبقى بجد طعمها حلوه جدا وكلنا بنحبها قوي. المهم هنفرمها كلها كويس جدا مع بعض، وبعد كده تعالوا نحط بقى الخلطه او المكون اللي عليها يخليها طعمها رهيب. سلطه المشاوي حط عليها زبادي. سلطه البابا غنوج اللي جنب المشاوي حط عليها زبادي، معلقه زبادي حلوه كده، معلقه صغيره او نص معلقه صغيره توم مفروم، بس على حسب البابا غنوج البتنجان اللي انت ضرباه. حط عليها معلقتين طحينه كبار، حط عليها الزيت بتاعك وتوم وكمون، توم وكمون وزيت وزبادي وطحينه. وقلبي الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، والف هنا وصحه عليكم. طريقتها بجد سهله وبسيطه ومش بتاخد اي وقت خالص. يعني السلطات دي كلها تقدري تعملي الكميه دي كلها في وقت صغير جدا. طبعا اهم سلطه بقى عندنا اللي بجد اساسيه سلطه الجبنه القديمه. هتحط عليه، جيبي جبنه القديمه بتاعتنا، حط عليها بقى زبادي، بصل، خيار، طماطم، فلفل اخضر، وعليها معلقه زبادي حلوه جدا وطحينه، وحط عليها بقى الزيت بتاعك والف هنا وصحه. دي بجد حاجه اساسيه اساسا جنب اي اكل اصلا، مش مشاوي بس. سهله جدا وطعمه جدا الجبنه القديمه. ولا سلامها بقى بطيخه. هنعمل بقى سلطة البطاطس بتاعتنا بطريقة سهلة جدا بالثوم والبقدونس، وطعمها بجد رهيب. اسلقي البطاطس بتاعتك بالظبط، قشري البطاطس بتاعتنا وهاتي ميه وحطيها في ميه مغلية مع حبة ملح كده. وبعد كده قشريها، عايزة تقشريها قبل السلق براحتك. قطعيها بقى قطع صغننة كده، مكعبات صغننة. وتعالي يلا نعمل الخلطة بتاعتنا. هنحط بقدونس معانا ومعانا توم، فصين توم مفرومين، حطي فلفل اسمر وحطي ملح وحطي معاهم كمان عصرة نص ليمونة، وحطي معاهم 3 معالق كبار زيت. عشان انا عاملة 4 بطاطسات. وحطي معاهم الزيت بتاعهم، مكسي الكلام ده كله مع بعض كويس جدا وبالراحة عشان البطاطس مسلوقة وما تتهرش مننا. نزلي مكعبات كده ومعلقتين قصاد بعض وابتدي قلبيهم مع بعض كده. شايفين الجمال؟ حاجة فوق الخيال. المهم ظبطي الملح بتاعنا ورشة فلفل اسمر، فصين توم مفرومين، والف هنا وصحة عليكم. طريقته سهلة جدا وبسيطة وطعمها بجد رهيب. شكليها بقى كده ببصلايه حمرا كده، باي حاجه من عندك، اختياري مش اجباري، والف انا وصحه. فاضل سلطه الطحينه، ملكه السلطات كلها.
حطي بقى الطحينه بتاعتك وعليها الزبادي بتاعنا، حطي عليها الخل، حطي زيت، حطي التوم بتاعك، حطي رشه كمون. دوت اساسي معاكي في سلطه الطحينه بتاعتك، وابتدي زوديها بالراحه بميه حبه حبه لحد ما تتقل معاكي. طريقه بقى كده دي طريقه السلطه بالظبط بتاعه اللي بتجيبيها من عند المشاوي بره. وما ننساش عليها عصره الليمون، بس انا عشان كنت عاملاها بدري شويه فخليت عصره الليمون اخر حاجه عشان ما يمررش مني. بس كده قلبي الكلام ده كويس وظبطي القوام بتاعك، والف هنا وصحه عليك. طريقتها سهله جدا. المكون الاساسي معايا في السلطات دي كلها الزبادي. شايفين الجمال ده كله؟ السلطات دي كلها اساسيه معانا في اي اكل معانا، مشويات بقى طبعا. والعيد قرب علينا، كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك، ربنا يجعلها ايام سعيده علينا كلنا يا رب، ويفك كرب كلنا يا رب. لو وصلتوا معانا للدقيقه ديت يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. تدعمكم باقل القليل باللايك والشير بيفرق معانا جدا. شايفين الجمال ده كله؟ ما بياخدش وقت خالص في التحضير حوالينا، وطبعا اساسيات معانا في المشاوي واكلات العيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين. طريقتها سهله جدا مبسطه، ما بتاخدش اي وقت خالص. سلطه البنجر بتبقى مسكره وساقعه. اهم حاجه احط البنجر، احط البطاطس معايا في التلاجة، معايا الكوسلو تتحط في التلاجة عشان تبقى ساقعه وحلوه كده. طريقتها سهله جدا مبسطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتس بتاعكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.